اول شهر لقيت في خط رموش جديد يا جماعه، وبجد دي حاجه انا فعلا انبهرت بيها. هاي بنات، في سببين كانوا دايما بيخلوني ما اجربش ابدا الماسكارا العلاجيه بتاعه الرموش. يعني اول حاجه ان انا فعلا عينيا حساسه جدا جدا. تاني حاجه ما كنتش بصراحه بصدق في الموضوع، يعني اللي هو معقوله في حاجه هتطلع رموش جديده او يعني هتكثف فعلا الرموش. مش عارفه ليه ما كنتش مقتنعه ان في علم ورا الموضوع ده، وانه فعلا في حاجه هتعمل كده، لحد ما بقيت اتسال كتير قوي في الفتره الاخيره على ماسكارا تكون فعلا بتكثف الرموش. فجربت الماسكارا دي اللي هي اسمها كيرا هير من لوكال براند اسمها افانس. عايزه اقول لكم ان انا بجد بعد اول شهر استعمال، يعني مش مثلا طولت معايا المده، لا اللي هو معقوله في حاجه فعلا بتعمل كده. هي كمان تقدروا تستعملوها على فكره على الحواجب، بس انا بصراحه يعني ما بهتمش قوي بالموضوع ده، ولكن تنفع طبعا للحواجب وكمان للرموش، لان هي طلعت لي رموش جديده. انا بصراحه ما شفتش فرق على الطول بتاع الرموش نفسه، لسه ما لاحظتش الفرق ده قوي. انا لسه يا دوب في البدايه لسه بستعملها، انا لسه فاضل لي فيها كميه كبيره هتكفي معايا فتره طويله علشان بقى اختبر موضوع الطول ده، هل فعلا بتاثر على الطول ولا لا. لكن هي الكثافه، لا هي فعلا بتدي كثافه، وبجد كثافه ملحوظه جدا. من احلى الحاجات اللي فيها ان هي القوام بتاعها جل عباره عن ميه، القوام بتاعها فعلا ملمسه مائي جدا جدا، مش بتعمل اي التهاب في العين ولا حساسيه في العين خالص خالص بجد. حتى لو يعني بالغصب كده دخلت في عينيكم فعلا مش هتاثر على اي حاجه ابدا ابدا. وانا حد عينيه حساسه جدا جدا، فهي طبعا ما فيهاش بقى اي زيوت خالص ولا اي نوع من انواع الزيوت. هي فيها تقنيه اسمها GB4G، ودي تقنيه بتزود الامداد الدموي للبصيله نفسها علشان تسرع انبات الشعرايه نفسها، سواء بقى كان في الرموش او في الحواجب. وبجد هي فعلا سريعه قوي قوي يا بنات.